فيها أسرار الكرة الأولى من أسرار الطريق إلى المربع الذهبي. علي رضا الصافي، علي رضا يبعد شوية، علي رضا الصافي يضيع الإيراني علي رضا الصافي. هناك لاعبين يقربوا برشا الكرة، هناك لاعبين يبعدوا كما عمل هو، عمل طريقة تسديد رونالدو في المخالفات ولكن بعيد عن إمكانيات الدون حتى بر. 0 الكرة الأولى للمنتخب الإيراني. إحسان حاجي صف، إحسان لم يحسن، حاجي لم يقضي حاجته، صافي لم يكن بذهن صاف. ضاعت الكرة على الفريق الإيراني. الكرة عراقية، الكرة عراقية. الكرة الأولى مهمة جدا. سعد عبد الأمير، الخوف، التركيز، الرعب، الثقة، عناصر مهمة في ركلات الترجيح تحسم لهذا وذاك. يلا يا بطل سعد عبد الأمير، سعد يحيى سعد، لا حتى البرة، سعد اوت، سعد برا. وعلي رضا حقيقي سكر الجول، سكر المرمى. شوف علي رضا كيفاش مشى على الكرة وكيفاش اغلق المنفذ، اغلق الشبكة، اغلق المرمى. 0 العراق بعد الكرة الاولى. لا جديد، نبقاو في القديم متاع المباراة 3-3 بعد اكسترا تايم. حمراء في وجه العراق، حمراء في طريق ايران. والكرة الثانية لمرتضى، مرتضى ضد جلال حسن هاشم. الكرة الأولى مهمة جدا من الناحية المعنوية، لم يأخذ فيها الفريق العراقي الأسبقية. ثاني الكرات أعصاب مشدودة، مباراة متوترة جدا. يمشي بالكرة مرتضى ويحطها جول. جميلة جدا، جميلة جدا مرتضى، قوية جدا، قوية جدا من لاعب مرتضى الذي سجل هدف التعادل الثاني في المباراة. حارس يمشي يمين، حطها له في اليسار في سقف المرمى، مستحيلة. دقة وثقة كبيرة وواضح عنده فنيات. 1-0 إيران، أول خضرة في اللقاء. إن شاء الله الفريق العراقي أيضا تختار أمامه. الفريق العراقي عنده كرة عن طريق المدافع الأيمن وليد سالم. وليد سالم الله يعين خاصة العراقيين على الأعصاب، واحد مش قادر يتحكم في أعصابه. وليد سالم ما يبعدش برشا، وليد سالم حاطة جول. ممتاز يا وليد، ممتاز يا وليد. في الزاوية اليسرى أو الزاوية اليمين، حارس مشى يسار وحتى له على اليمين. الهدف لوليد سالم ممتاز أيضا. شوف وليد سالم لو تلاحظ معايا عكس تنفيذ عبد الأمير. وليد سالم حسن هاشم، نشأة أكرم يشكر فيه ويقول عنده التجربة وعنده التجارب من النجاح. هذه منعرج الجولة الثالثة، التسديدة الثالثة. نيكونام حطها بامتياز. شوات نيكونام، خبرات السنين وقوة الشخصية وكاريزمة الأيام وهدف محترف في اوساسونا بامبلونا هناك في النبار. زرغام أصغر لاعب في المنتخب العراقي سدد في الماتش. لماذا نحملها الضغط مرة أخرى؟ يا ربي معاه، يا ربي معاه. الضربة الثالثة زرغام ضد علي رضا الحقيقي. زرغام ضربة الثالثة للمنتخب العراقي من أجل هدف ثاني. يتقدم زرغام ويسجل. برافو، ملا قوة شخصية عند هذا الولد العراقي، عراقي ابن عراقي. الإيراني، العراقي، الإيراني يمشي بالكرة ويسدد حطها في سقف المرمى. عذرا يا السيد يا جلال، لم أعرف أنك تسدد بهذا الامتياز. كل الكرات الإيرانية بثبات وبعيدة عن منال حارس الفريق العراقي. 4 إيران ب3 أهداف، 3 عراق بكورتين في المرمى. الآن الكرة الرابعة، 3-2 تقدم لإيران
كرة الرابعة لعلي عدنان، كرة الرابعة لعلي عدنان، تركيز من علي رضا. علي ضد علي، كرة الرابعة يمشي علي عدنان يحطها برشا حظك الباهية. 3-3 بعد الركلة الرابعة. أمانة خفت من علي عدنان. 3-3. الضغط كبير الآن لمنفذ الكرة الأخيرة. هو في العادة المدربين يحطوا أحسن لاعب في الكرة الخامسة. كرة من رقم 11 في إيران. فوري يا غفوري، فوري يا غفوري. كل فريق ضيع الكرة الأولى. يلا يلا جلال حسن هاشم، يلا جلال حطها برا، حطها برا، برا ولا في دين الحارس. كارلوس كيروش ستخسر ريان. امشي يا فوريا، امشي يا فوريا، حطها له 4. جلال حسن برشا خبرة وإمكانيات في التصدي في الركلات الترجيح لعلي رضا. حقيقي ضغط كبير الآن. ربي يعينه صاحب اللقطة الأخيرة. الكرة هذه الخامسة صعبة جدا. يونس محمود، يونس محمود. 4 إيران 3 العراق. الصورة أمامكم واضحة. آخر كرة في السلسلة الأولى بإشارة التسجيل. إن شاء الله إن شاء الله. يونس محمود، علي رضا حقيقي. يمشي يونس محمود، يونس محمود. اي 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 يا كبير، اي اي يا بانينكا يا خطير يا مثير يا جميل يا رهيب. سجل هدف للتاريخ وسجل بينالتي للتاريخ. هذه قوة السفاح يونس محمود. يونس محمود اللي ما عندوش فريق، اللي ما يلعبش في نادي، اللي يدرب وحده ويعطي للعراق لما ينادي. 4-4 مش باش تنساها يا علي يا رضا. 4-4. هذا بانينكا يونس محمود. يلزم يعاون الحارس. جلال حسن هاشم ضيعتي صوتي يا يونس. ملا كرة شاطرة، تمشي كرة أخيرة، شاطة الشبكة مرة أخرى نفس الطريقة، كأنها نسخة مطابقة للأصل، كأنها فوتوكوبي. نفس الزاوية يحطها في 90 على يمين الحارس. ان شاء الله ان شاء الله المنتخب العراقي يتوفق، رغم تحس في الحراس انهم عندهم شانس اكبر الحقيقه. 5-4 ايران، ضغط كبير. ياسر قاسم، علي رضا المحترف في البرتغال. يمشي ياسر قاسم، يريحنا ياسر، يريحنا، يريح قلبك يا قاسم. 5-5 5-5. هنا باش تتفصل لهذا ولذاك. هنا ستفصل، هنا ستفصل لإيران والعراق. لن نذهب لركلة أخرى، لن نذهب لركلة أخرى. هنا ستحسم في هذه الجولة، في هذه الدورة، في هذه الرحلة، في هذه الضربة. ستنتهي الآن بعد 3 ساعات من معاناة. كرة من أندرانيك تيموريان، أندرانيك تيموريان، وحتى جول، حتى جول. 6-5 للفريق الإيراني، 6-5 للفريق الإيراني. رغم أنه رادي شميش تدرب كثيرا على ضربات الترجيح في هذا الأيام، كان سيناريو يقرأ على أنه سنذهب إلى ركلات الترجيح. إيران 6 العراق 5. عندنا كرة في التنفيذ الآن من 11 متر لمروان حسين. مروان حسين، يا رب يا معين. أيوة عصاب، أيوة عصاب، يمشي بالكرة مروان حسين ضد علي رضا. يتقدم مروان، يتقدم مروان وحط، برافو. الحقيقة خفت عليه مروان حسين لأنه أيضا الحكم فك التعطيلة، فما عصاب وفما توتر. 6-6 6-6. الحمد لله ما فاتش
ولم موفق في انها تنتهي بالسادسه. شوف فرحه يونس محمود. 6-6 الاميري الركله الثامنه للفريق الايراني. يمشي اللاعب الاميري. ايران 6 العراق 6. 6 واحدة يا جلال، واحدة يا جلال. خايف أميري ويضيع الكرة. أميري ضيع الكرة. أمامكم صورة التحسر لأميري الإيراني. فرصة المباراة. رد بالك الآن كرة ماشية معاك. خايم يحب العراق، خايم يزود عن العراق، وحارس ينصر العراق، والكرة عن طريق سلام شاكر من أجل العراق. 6. رد بالك يا سلام، رد بالك يا شاكر. الآن تنتهي. نحب الخضر يجريوا لك باش يهنيوك وتفرحوا مع بعض في حلقة اسمه انتصار. علي رضا تحت ضرب النار، في ضرب اختبار، في أصعب امتحان. سلام شاكر جول نعبر، ضاعت سنخرج. يا الله يا سلام يا شاكر جول. العراقي يعبر للسيمي فاينل. مبروك يا العراق، مبروك يا دول الأسود، مبروك بزهير الأسود، مبروك بتاريخ الأسود. العراقي يعبر للنصف النهائي. عادوا من بعيد. 7-6 إيران أوت العراق في المربع الذهبي. عقدة الربع نهائي تنتهي اليوم. عقدة الربع نهائي خلصت الآن بعد 4 إقصاءات في دور 8. العراق تعبر. رضا على اليمين، سلام شاكر يسار. يبقى في ثوب البطل، يبقى يتوسم في ثوب الأسود. الله العراق إلى نصف النهائي. انتهى الصوت وباحت الأصوات. 3 ساعات من انتظار، 3 ساعات من انتظار الفرحة. المنتخب العربي العراقي يكسب الرهان. حمد لله يا العراقي، كنت معاكم في نهائي 2007 والسفاح، واليوم أعيش معكم، أو عيشتوني حلمكم، عيشتوني فرحكم، وشاركتكم الأفراح مثلما شاركتكم كل العرب من المحيط إلى الخليج. مبروك للعراقي، مبروك للأسود. ماتش تاريخي 7-6 ركلات الترجيح للعراق بعدما انتهت الدراماتيكية هيتشكوكية 3-3 في ماتش سيبقى عالق في الأذهان. دموع خيبة الأمل. هارد لك إيران حظ أوفر في قادم المواعيد، والفريق العراقي 1000 مليون تريليون بليون مبروك. قولوا لي البليون ولا التريليون أكبر؟ في الأخير رفع علم الله أكبر. لك الكلمة زميلي عبد العزيز النصر، ومبروك